مرحبا جميعا، نأمل أن تكونوا بخير. لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع زر اللايك. أفاد تقرير صحفي إسباني اليوم السبت بأن نجم ريال مدريد السابق مرشح للانتقال إلى صفوف الغريم التقليدي برشلونة. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن مانشستر يونايتد يرغب في التخلص من مدافعه الفرنسي رافائيل فاران. وانضم فاران لصفوف مانشستر يونايتد قادما من ريال مدريد في صيف 2021. وأضافت الصحيفة: فاران يمثل عبئا كبيرا على مدربه إريك تين هاغ، الذي يعتبره لاعبا مثيرا للمشاكل ويرغب في إبعاده عن الفريق مثل سانشو. وأشارت: مانشستر يونايتد عرض على برشلونة فكرة التعاقد مع فاران، خاصة وأن ريال مدريد لا ينوي استعادة اللاعب رغم حاجته لمدافع جديد. ولا ينوي ريال مدريد دفع أكثر من 10 ملايين استرليني لتعزيز دفاعه، في حين عرض المان يونايتد فاران على برشلونة مقابل 20 مليون استرليني. ويسعى مانشستر يونايتد حاليا لخفض فاتورة الأجور وإعادة تنظيم فريقه لمحاولة إنقاذ موسمه الكارثي.